عارف ليه في صيام رمضان ممكن كلمة بسيطة تقلب مودك وتخليك على التكة وازاي عقلك يبقى أسرع؟ الموضوع مش بس قلة السكر، ده مخك بيبين لك مين اللي مسيطر فعليا على مشاعرك. يا مساء الطمر، في نهار رمضان بنبقى حساسين زيادة وبنحس إن أي تصرف من اللي حوالينا بيوجعنا أكتر من العادي. العلم بيقول إن الموضوع له علاقة بذكائك العاطفي وإدارتك لتوقعاتك. تعالوا نفسسها سوا. لما بنصوم الحواجز النفسية بتقل والجزء العاطفي في المخ بيبقى نشط جدا. احنا بنعمل حاجة اسمها إسقاط التوقعات أو بالبلدي العشم الزيادة. بنبقى مستنيين معاملة خاصة أو ردود فعل معينة من الناس عشان احنا صايمين وتعبانين، ولما ما بيعملوش ده بنحس بوجع مضاعف. رمضان بيعلمنا الاستغناء النفسي، يعني انك تصوم عن انتظار المقابل من البشر. لما بتفصل راحتك النفسية عن تصرفات الناس انت هنا بتتملك مفتاح مودك الحقيقي، ومحدش بيقدر يكسر صيام قلبك عن الهدوء، فيما معناه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. لما تركيزك كله يبقى مع ربنا اللي شايفك، انتظارك لتقدير البشر بيقل وبالتالي وجعك منهم بيختفي. خليني أبسطها لك وخد مني تمرة النهاردة: صوم عن العشم الزيادة في الناس، تفطر على راحة بال حقيقية. قيمتك في اللي بتقدمه لربنا مش بس اللي بتستناه من عباده. ودي كانت تمرة النهاردة، وكل يوم تمرة تغير الفكرة. ما تنساش تعمل لايك وشير وقول لي في الكومنتات ايه اكتر موقف كنت عشمان فيه في حد وزعلت وتعلمت منه انك تظبط رادارك على ربنا بس.